1930 الأوروغواي. أول نسخة من كأس العالم صارت بالأوروغواي احتفالا لمرور 100 سنة على استقلالهم. شارك بالبطولة بس 13 منتخب وأكثرهم كانوا من أمريكا الجنوبية وأوروبا. النهائي انلعب بملعب سنتينيريو بحضور أكثر من 68 ألف مشجع. الأوروغواي بالبداية كانت متأخرة بالنتيجة بس رجعت سوت ريمونتادا وقلبت المباراة وفازت على الأرجنتين 4-2. بابلو دورادو سجل أول هدف وبعدها بيدرو سانتوس وهيكتور كاسترو كملوا الريمونتادا. الأوروغواي رفعت أول نسخة من كأس غوريمي وصارت أول منتخب بتاريخ كرة القدم يفوز بكأس العالم. 1934 إيطاليا استضافت ثاني كأس عالم بحكم موسوليني والبطولة استخدمت كدعاية سياسية ضخمة له. البطولة توسعت وصار بها 16 منتخب. النهائي انلعب بملعب روما. إيطاليا فازت على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد وقت الإضافي. هاي النسخة من البطولة تعرضت لانتقادات هواي بسبب خشونة المنتخب الإيطالي والتحكيم اللي مشكوك به. كان اكو انحياز واضح لإيطاليا بس رغم كل هذا إيطاليا صارت أول منتخب أوروبي يفوز بالمونديال. 1938 إيطاليا. فرنسا استضافت ثالث كأس عالم وسط توتر عالمي قبل الحرب العالمية الثانية. إيطاليا حافظت على اللقب وصارت أول منتخب يفوز بكأس العالم مرتين ورا بعض. فازت على المجر 4-2 بالنهائي بباريس. النسخة هاي من البطولة كانت متأثرة بشكل كلش كبير بالأوضاع السياسية وبعدها انقطع تنظيم كأس العالم لمدة 12 سنة بسبب الحرب العالمية الثانية. 1950 الأوروغواي. البرازيل استضافت أول مونديال بعد الحرب العالمية الثانية. بهاي النسخة ما كان اكو نهائي تقليدي وإنما مجموعة نهائية بين 4 منتخبات. المباراة الحاسمة لعبت بملعب ماراكانا قدام 200 ألف مشجع. البرازيل تقدمت بالنتيجة بس الأوروغواي رجعت وقلبت المباراة وفازت 2-1 وكانت هاي أكبر صدمة تاريخية للمشجعين البرازيليين وخلت الأوروغواي تحقق ثاني لقب إلها بكأس العالم. 1954 ألمانيا الغربية. سويسرا استضافت البطولة اللي انعرفت باسم معجزة بيرن. ألمانيا الغربية اللي كانت بعدها تتعافى من آثار الحرب العالمية الثانية واجهت منتخب المجر المرعب بالنهائي. المجر كانت فايزة على ألمانيا بدور المجموعات ب8-3 وحتى بالنهائي تقدمت بسرعة بنتيجة 2-0 بس الألمان سووا ريمونتادا وقلبوا المباراة وفازوا 3-2. 1958 البرازيل. السويد استضافت سادس نسخة من كأس العالم وهنا ظهر ولد عمره 17 سنة اسمه بيليه وهذا الولد غير تاريخ كرة القدم للأبد. البرازيل اكتسحت السويد 5-2 بالنهائي وبيليه سجل هدفين واحد منهم هدف أسطوري بطريقة اللوب ومن هنا البرازيل دخل عصر الهيمنة العالمية على كأس العالم. 1962 البرازيل. تشيلي استضافت البطولة بعد ما تعافت من زلزال ضخم. بيليه انصاب بالبداية بس غارينشا استلم المسؤولية وقدم مستويات خرافية بالمراوغات والمهارات. فالبرازيل فازت على تشيكوسلوفاكيا بالنهائي بنتيجة 3-1 وصار أول منتخب من أمريكا الجنوبية يفوز بكأس العالم مرتين ورا بعض. 1966 إنجلترا استضافت البطولة وحققت لقبها الوحيد لحد هسه. النهائي كان ضد ألمانيا الغربية. إنجلترا فازت 4-2 وصارت لحد هاي اللحظة أعظم إنجاز كروي بتاريخهم. 1970 البرازيل. المكسيك استضافت البطولة اللي هواي ناس كانوا يعتبرون بها البرازيل أعظم منتخب بتاريخ كرة القدم. بيليه، جيرزينيو، كارلوس ألبرتو قدموا كرة قدم خرافية بهذاك النسخة من كأس العالم. البرازيل فازت بكل مبارياتها وجلدت إيطاليا 4-1 بالنهائي. هنا المنتخب صار رمز الكرة القدم الهجومية الجميلة. 1974 ألمانيا الغربية استضافت البطولة وواجهت هولندا بقيادة يوهان كرويف بالنهائي. بهاي النسخة هولندا كانت مشهورة بكرة القدم الشاملة. الهولنديين سيطروا بالبداية بس مولر كان عنده رأي ثاني سجل هدف الفوز وخلى ألمانيا تفوز بنتيجة 2-1. 1978 الأرجنتين استضافت البطولة بحكم عسكري استخدموا الحدث كدعاية سياسية. بالنهائي فازوا على هولندا 3-1 بعد وقت الإضافي وماريو كيمبي سجل هدفين وصار هداف البطولة. 1982 إسبانيا استضافت البطولة وباولو روسي رجع بعد إيقاف طويل وسجل 6 أهداف. إيطاليا فازت بالنهاية على ألمانيا بنتيجة 3-1 وحققت ثالث ألقابها بكأس العالم. 1986 الأرجنتين. المكسيك استضافت البطولة اللي صارت باسم دييغو مارادونا من سجل هدف بالإيد وبعدها مباشرة سجل هدف القرن ضد إنجلترا. مارادونا تقريبا شال الأرجنتين على ظهره لحد ما فازت على ألمانيا الغربية 3-2 بالنهائي وهواي ناس كانوا يعتبرون هذا أعظم أداء فردي بتاريخ كأس العالم. 1990 ألمانيا. إيطاليا استضافت البطولة وسط توقعات كبيرة من الجماهير. هاي النسخة كانت أقل نسخة اجت بها أهداف وأكثر نسخة بها لعب دفاعي بطاقات حمر. ألمانيا الغربية انتقبت من نهاية 1986 وفازت على الأرجنتين 1-0 وهذا كان اللقب الثالث قبل توحيد ألمانيا. 1994 البرازيل. أمريكا استضافت أول مونديال بأرض أمريكا الشمالية. النهائي كان بين برازيل وإيطاليا انتهى 0-0
0 بعد 120 دقيقة، وأول مرة بتاريخ كأس العالم النهائي ينحسب ركلات الترجيح. البرازيل فازت بعد ما روبرتو باجيو ضيع ركلة جزاء الحاسمة، وبهاي النسخة روماريو سجل 5 أهداف. 1998 فرنسا استضافت البطولة وحققت أول لقب بتاريخها. زيدان سجل هدفين بالرأس ضد برازيل بالنهائي، وفرنسا فازت 3-0. ومن هاي البطولة صار زيدان أسطورة وطنية للمنتخب الفرنسي. 2002 البرازيل، اليابان وكوريا الجنوبية استضافوا أول مونديال بقارة آسيا. الظاهرة رونالدو رجع من الإصابة وسجل 8 أهداف، منها هدفين بالنهائي ضد ألمانيا. البرازيل فازت بكل مبارياتها وحققت 5 لقب بتاريخها. 2006 إيطاليا، ألمانيا استضافت البطولة والنهائي انتهى بين إيطاليا وفرنسا بالتعادل 1-1. زيدان سجل بانيكا وبعدها ماتيرازي عادل النتيجة. وبهاي النسخة صارت اللقطة الشهيرة بين زيدان وماتيرازي، من زيدان ضربه كله، وأكيد انطرد زيدان من الملعب، وإيطاليا فازت بركلات الترجيح وحققت لقبها الرابع. 2010 إسبانيا، جنوب أفريقيا صارت أول دولة أفريقية تستضيف كأس العالم. من هاي النسخة إسبانيا قدمت أسلوب التيكي تاكا بأعلى مستوياتها، استحواذ، تمريرات قصيرة، وصبر كلش طويل بالبناء اللعب. انيستا سجل هدف الفوز بدقيقة 116 ضد هولندا، وخلى إسبانيا تحقق أول كأس عالم بتاريخها. 2014 ألمانيا، البرازيل استضافت البطولة، وألمانيا سوت أكبر صدمة تاريخية من فازت على برازيل 7-1 بنص النهائي. بالنهائي فازت على أرجنتين 1-0 بهدف ماريو جوتزي. 2018 فرنسا، روسيا استضافت البطولة، وفرنسا حققت لقبها الثاني بعد فوزها على كرواتيا 4-2 بالنهائي. ومن هاي النسخة من كأس العالم ظهر كيليان مبابي بعمر 19 سنة، وصار أصغر لاعب يسجل بنهائي كأس العالم بعد بيليه. و2022 الأرجنتين، قطر استضافت البطولة كأول دولة عربية تستضيف كأس العالم. وبهاي النسخة من كأس العالم أخيرا ليونيل ميسي حقق الحلم وفاز بالمونديال. النهائي كان ضد فرنسا، يعتبر من أعظم نهائيات بتاريخ كرة القدم. المباراة انتهت 3-3 بعد 120 دقيقة، وكيليان مبابي سجل هاتريك. الأرجنتين فازت بركلات الترجيح بعد ما سجل مونتيل الركلة الأخيرة. ميسي سجل هدفين وقاد الأرجنتين حتى يحققون اللقب الثالث للأرجنتين بكأس العالم. وهاي المباراة كانت من أكثر المباريات جنونا وإثارة بتاريخ كرة القدم. هسه أريدك تكتب لي بالتعليقات من هذول النسخ كلها مال كأس العالم كم نسخة أنت شفتها مباشر. أنا عن نفسي شفت 4 نسخ بس، من 2010 لحد 2022، وإن شاء الله راح تصير 2026 هم. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك واشتراك، واكتب لي توقعاتك لنسخة 2026 منو راح يفوز بالمونديال.